السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم محمد من قناة الاختراع المصري. اول حاجة احب اشكر جميع المشتركين معايا على اليوتيوب المتابعيني اول باول ومتابعين كل فيديوهاتي. تاني حاجة، فيديو النهاردة ان شاء الله نتعرف فيه مع بعض ازاي نعمل عدسة مكبرة باستخدام المية وازازة بلاستيك زي كده. طيب اول حاجة هنحتاجها، هنجيب ازازة بلاستيك زي كده، ازازة فاضية ايا كان بتاعت بيبسي او كولا او اي حاجة، وهنقطع حتتين من هنا. اهم حاجة يا جماعة اتأكد ان الازازة نضيفة وما فيهاش اي خربشة. تمام، هنجيب حاجه وليكن زي دي كده ونحدد بيها على حجم العدسه اللي انت عايزها، ايا كان زي كده او غطا ازازه مثلا. تمام، نتاكد الاول ان مفيش خربشه في المكان ده. طيب انا حددت هنا عدستين اهم، لقيت ان دي فيها خربشه فقلت اغير المكان. هنجيب قطر زي كده نقطعها. نقطع التانية كمان. طبعا هنحدد من بعيد شويه عن الدايره عشان ما نضيعهاش، وبعد كده هنبقى نحدد بالمقص. تمام. طيب هنجيب اي مقص موجود. طيب وكده نكون انتهينا من اول عدسه. نجيب التانية، وبكده قطعت العدسة التانية حددتها، وبقى عندنا عدستين بالمنظر ده كده. بنغسلهم يا جماعة تحت المية كويس. هغسلهم وارجع لكم تاني. كده اكون غسلتهم يا جماعة. هنحتاج طبق ألمونيا أو سلستين زي كده، ومسدس شمع أو صباع شمع عادي، ولو موجود أمير اللي هو الصباع الأمير الصغير ده يبقى أفضل، أنبوبة الأمير. نحط شوية شمع هنا بالمنظر ده كده. هنجيب عدسة بالمنظر ده كده، وهنجيب الشمع ونمشي عليها بالشمع بالراحة كده بالمنظر ده زي ما حضراتكم شايفين. زي ما قلت لحضراتكم احنا عملنا الحوار ده عشان الشمع سخن جامد فهيسيح البلاستيك. بعد كده هنجيب العدسة التانية وهنركبها عليها بالمنظر ده كده، ونضغط عليها كده. هنقفل الجناب دي كويس يا جماعة بالشمع. بعد كده هنفتح فتحة في الجنب هنا كده باستخدام دبوس زي كده، وليكن هنا مثلا كده. تمام. بعد كده هنجيب ميه بكلور ونملاها بالمنظر ده كده يا جماعة. نملاها على الآخر كده يا جماعة. بقى عندنا عدسة مكبرة قوية جدا، بس طبعا مش هتبان في الكاميرا زي ما انا شايفها على الحقيقة.
زي ما حضراتكم شايفين دي هنا اهي. طبعا مش هتبان في الكاميرا زي ما انا شايف على الحقيقة. اتمنى الفيديو يكون واضح وانه يعجب الجميع. طبعا ما تنساش عمل لايك للفيديو لو عجبك، والاشتراك معانا ومتابعة كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.